بيبدأ فيلم كوين هايست في أمريكا قدام دار صك العملة الأمريكية، وبنشوف ابن مدير المدرسة اللي بيكون اسمه جيسون، فبيطلب من أليس صاحبته في المدرسة تساعده عشان ينجح في امتحان الأحياء عن طريق إنها تخترق قاعدة البيانات بتاعة المدرسة وتغير درجته في الامتحان لأنها عبقرية جدا في البرمجة والاختراق، لكنها بترفض طلبه وبتقول له لو عايز ينجح لازم يعتمد على نفسه، وبيبان عليها إنها مش طايقاه أصلا، وبتقول له بطل بقى تطلب مني كل شوية إن أعدل لك الدرجات بتاعتك لانها اصلا مش ناويه تساعده في اي وقت خالص. بعدها بقى بيشرح لهم مستر رانكن تاريخ دار صك العمله وازاي قدروا اصلا يصنعوا العمله في مكان زي دوت من سنه 1792. فبيدخلوا بعدها للمبنى عشان يتفرجوا على العملات. وجوه المبنى بيتكلم جريج مع أليس وبيسالها عن السبب اللي يخلي جيسون يتكلم معاها. هو بيكون فاكر ان جيسون معجب بيها، لكنها بتفهمه ان كان عايزها تساعده في موضوع الامتحان وانهم مستحيل اصلا يدخلوا مع بعض في علاقه. وبتقول له انا ممكن العب العاب فيديو جيم احسن ما اقابل واحد زي جيسون. وبتقول له غير الموضوع بقى وخلينا نركز في الجوله بتاعه الدار، لانها مش عايزه تتكلم عن جيسون كتير لانه شاب مغرور جدا وما بيهتمش غير بنفسه. وبعدها بيسالهم موظف الدار عن معلومات عن صناعه الفلوس، فبيجاوب شاب عبقري اسمه بيني وهو بينبهروا جدا بذكائه، ولكن بيظهر كده ان الطلبه ما بيحبوهوش لانه فقير جدا. واثناء الجوله في المكان بتوصل الشرطه فجاه، وده عشان تقبض على جيمس مدير المدرسه، وبيتصدموا كلهم وهما بيكونوش فاهمين اي حاجه خالص. وبيكتشفوا ان الشرطه راحت المدرسه ولغت الحصص بتاعه النهارده. وبالليل بيسمع جيسون رئيس مجلس اداره المدرسه هارولد اللي بيتكلم مع امه ساره، وبيعرفها ان جوزها كان بيسرق من صندوق المدرسه وقدر على مدار السنين اللي فاتت يسرق 10 مليون دولار، لكنه وقع في الاخر والشرطه خلاص قبضت عليه. فبيتضايق جيسون جدا وهو ما بيكونش مصدق اللي سمعه لان ابوه طلع في الاخر حرامي. فبيسال امه لو كانت تعرف اي حاجه عن الفلوس ديت، لكنها بتطمنه ان ابوه مستحيل يكون حرامي واكيد في سوء تفاهم وهيخرج قريب جدا. ولكن جيسون مش بيصدقها وبيفضل مصمم ان ابوه مجرم وهيقضي باقي عمره في السجن. وفي تاني يوم بيروح جيسون المدرسه وهو متضايق جدا بعد موضوع ابوه، وفي الفصل بيساله مستر رانكن عن الواجب بتاعه، فبيقول له انه ما كانش فاضي وكان مشغول مع ابوه. هو بيوعده انه هيركز مع المدرسه بعد كده. واثناء كلامهم بتبدا أليس تسمعهم، فبتتعاطف مع جيسون جدا مع انها بتكرهه، لكنها شايفه انه ملوش اي ذنب في اللي بيعمله ابوه، فبتقرر انها تساعده في الواجب بتاعه. ساعتها جيسون بيحس انه صعبان عليها فبيتضايق شويه لانه اصلا ما بيحبش حد يتعاطف معاه. وبعد شويه بيتجمع الطلاب في مسرح المدرسه، فبتقول لهم رئيسه مجلس الطلاب داكوتا ان المدرسه قررت تلغي كل الانشطه المدرسيه وكمان لغت المسابقات والنوادي والمسرح كمان. هو المدرسه من بعد كده هتكون حصص وبس لحد بقى ما يحلوا المشكله بتاعه المدير جيمس. وبتكون داكوتا طالبه في المدرسه، وبنعرف انها حبيبه جيسون القديمه لكنها انفصلت عنه، ولانها شاطره ومنظمه جدا قدرت تبقى رئيسه مجلس الطلاب وكمان رئيسه اغلب النوادي والانشطه اللي في المدرسه. وقتها بيتضايق الطلبه جدا لما بيسمعوا الاخبار الجديده لانهم كانوا بيحبوا الانشطه المدرسيه. وبعد ما الاجتماع بيخلص بتطلع داكوتا من المسرح، فبتروح تتكلم مع جيسون عشان تواسيه شويه، ولكن هما الاتنين بيتخانقوا مع بعض لان جيسون اتخلى عنها قبل كده، وهو ده السبب اللي خلاهم اصلا ينفصلوا عن بعض. فبتخرج من الفصل وهي متضايقه جدا. ساعتها بتخبط في بيني من غير ما تقصد، فبتعتذر له على عملته. هو بيتشدوا هما الاتنين مع بعض لكنهم بيمشوا على طول. وبعد المدرسة بتروح أليس تتكلم مع جيسون، فبيقول لها انه مش محتاج تعاطف من حد، لكنها بتعرفه انها كده كده مش جاية تتعاطف معاه. فبترجع معاه للبيت وبتحكي له انها خبيرة في التكنولوجيا وقدرت تخترق اماكن كتير جدا ومنظمات كتير زي ناسا. فبتقترح عليه انهم يخترقوا دار صك العملة عشان يقدروا يجمعوا ال10 مليون دولار، وبالتالي هيسدوا ديون ابوه المدير جيمس وهيخرجوه من السجن. ولكن جيسون بيرفض لانه اصلا مش حرامي، فبيقعد لوحده في البيت وبيتفرج على افلام سرقه البنوك. وبالليل بتقعد داكوتا مع اهلها اللي بيحاولوا وقتها انهم يدخلوها مدرسه ثانويه من اختيارهم، فبتتعصب عليهم وبتعرفهم ان دي حياتها والمفروض هي اللي تختار لنفسها عشان تشوف هي بتحب ايه وبتكره ايه. وبعد 3 ايام كاملين بيروح جيسون للمدرسه، فبيقول لأليس انه موافق على الاقتراح بتاعها هو انه اتفرج على 12 فيلم لسرقه البنوك عشان يعرف الخطط بتاعتهم يا ترى بتتنفذ ازاي.
ازاي. ساعتها بيسمعهم بيني وهم بيتكلموا، لكنه ما بيهتمش بكلامهم، هو بيعمل نفسه مش سامع حاجه. وفي اللحظه دي بتوري له أليس جهاز انذار جديد هي اللي اخترعته، فبيدوس عليه من غير ما يقصد. طبعا الجهاز بيطلع صوت عالي قوي لحد ما بيقطع بيني سلك الكهرباء بتاع الجهاز، فبيسالوه انت عملت كده ازاي، فبيعرفوا ان شغال ميكانيكي، فبيقرروا هما الاتنين يخلوه معاهم في السرقه، لكنه بيرفض لانه دخل السجن قبل كده ومش عاوز يدخله تاني. وبعدها بيقعد جيسون مع أليس وبيخططوا للسرقه بتاعتهم، فبتشوفهم داكوتا وبتسالهم عن اللي هما بيعملوه، فبتحكي لها أليس انهم ناويين يدخلوا دار صك العمله وهيطبعوا 2000 وربع دولار فيهم غلطات مطبعيه، والمفروض ان الربع الواحد هيتباع في سوق العمله ب 5000 دولار، وبكده هيبقوا جمعوا ال 10 مليون دولار. ولكن داكوتا بترفض تشارك في الجريمه ديت، وبتقرر تقول للمدرسه بتاعتهم عشان تعاقبهم، فبيروح وراها جيسون وبيعتذر لها جدا عن اي حاجه وحشه عملها معاها، وبيعرفها انه اصلا مش مجرم، بس دي فرصته الوحيده عشان يقدر ينقذ ابوه من السجن. وفعلا داكوتا بتوافق تشارك معاهم عشان ينقذوا المدير جيمس، وكمان ينقذوا المدرسه كلها قبل ما تتقفل. فبتروح لبيني وبتعرض عليه انه ينضم هو كمان معاهم، فبيضطر يوافق لان المدرسه دي لو اتقفلت مش هيلاقي مكان جديد يقبله. وفي وقت الغداء بيقعدوا كلهم وبيخططوا للسرقه، فبيشوفهم مستر رانكن وبيشك فيهم وبيحاول يعرف منهم هما بيعملوا ايه هنا بالظبط، فبيعرفوه انهم بيذاكروا عشان مشروع التخرج بتاعهم. ساعتها بيقرروا انهم هيروحوا يخططوا في ورشه ابو بيني لانهم مش عاوزين حد يشوفهم خالص. وفعلا بيروحوا للورشه وبيبدا جيسون يشرح لهم الخطه، واللي هي صنع ارباع الدولارات الجديده، وده شكل جديد من العمله لسه هينزل السوق كمان كام شهر. فبينبهروا كلهم بالخطه وعلى طول بيوافقوا عليها. وفي تاني يوم بتروح داكوتا لدار صك العمله وبتكون متنكره على انها صحفيه وجايه تعمل تقرير عن الربع دولار اللي هيطبع قريب. وبيظهر ان حراس الامن شاكين جدا فيها ومش مصدقينها لحد ما بينقذها مدير دار الصك وبيدخلها لانها اتصلت بيه قبل ما تيجي، فبيبدا يشرح لها كل المعلومات اللي هي محتاجاها لحد ما بيخرج من مكتبه عشان يجيب ملفات من الارشيف. فبتستغل هي طول الوقت دوت وبتاخد بطاقه التعريف بتاعته، وبعدها بتنزل بسرعه للمصنع بتاع الفلوس. اما اصحابها فبيدخلوا من الباب الخلفي للمبنى، فبيروح بيني وجيسون لماكينات الطباعه بتاعه الفلوس عشان يسرقوا قطعه من القطع اللي بتطبع شكل الفلوس، وبيقدر فعلا ياخدها من مكانها وبيحط واحده تانية مزوره، وبيبدا يسيح الشكل الحقيقي للعمله، فبيعمل شكل تاني عشان تبان ان عليها غلطه مطبعيه. بعدها بتروح داكوتا وأليس لمكتب المدير، وهناك بتخترق أليس الجهاز بتاع المدير، فبتاخد كل البيانات اللي محتاجاها عشان تخترق نظام الامن بتاع المبنى. وبتقدر داكوتا تطبع نسخه تانية مزيفه من البطاقه التعريفيه بتاعه المدير، وبعدها بترجع البطاقه تاني مكانها. وبتنزل أليس بسرعه للدور الارضي وبتهرب مع اصحابها. اما داكوتا فبتكمل مقابلتها مع المدير عادي. وفي تاني يوم في المدرسه بيشوفهم الاستاذ رانكن وهم متجمعين مع بعض، فبيعرفهم انه شاكك فيهم وحاسس كده انهم بيعملوا حاجه غلط، وهيفضل مراقبهم لحد ما يعرف هم بيعملوا ايه بالظبط. لكنهم بيكذبوا عليه وبيقولوا له انهم كانوا بيذاكروا مش اكتر، لكنه بيوجه كلامه لأليس لانها فاشله بالنسبه ليه، وبتنجح بس لما بتخترق اجهزه الكمبيوتر بتاعه المدرسه. فبتتضايق أليس وبتخرج من الفصل، وبيخرج وراها جيسون وبيحاول انه يواسيها، وبيظهر عليهم ان هما الاتنين بداوا يعجبوا ببعض. وبعدها بيرجع جيسون تاني للبيت، فبيشوف امه وهي بتلم الكراتين بتاعتهم عشان هينقلوا من البيت بعد اللي حصل لابوه. ساعتها بيشوف هارولد وهو بيساعد امه، فبيشكره جدا وبيطلب منه يمشي من البيت. وبيعرف بعدها ان هارولد كان عارف ان ابوه بيسرق من المدرسه، لكنه كان ساكت لان دي كانت خطه ما بينهم اصلا. وساعتها بيبدا يصدق ان ابوه مجرم بجد. وبيوصل صاحبه وشريكه في فريق المزيكا بتاعتهم، وبيقول لصاحبه انه مش هينفع يبقى معاهم في الفريق بعد كده لانه بيغيب عن التمرينات كتير. فبيتضايق جيسون لان حياته اتدمرت بسرعه قوي، وبيروح يقعد لوحده عشان يعيط. فبتجيله أليس وبتواسيه وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض وبيكونوا منهارين. فبتقول له أليس بصريح العباره كده انا معجبه بيك، لكنه ما بيعبرلهاش عن اعجابه لانه تايه ومشاكل حياته ملهاش اول من اخر. ووقتها بيكون بيني مع داكوتا في حفله، وبيعبروا هما الاتنين لبعض عن مشاعرهم الحقيقيه لحد ما بيجي صاحب داكوتا وبيفضل يتريق على بيني. فبيتعصب بيني هو بيكون عاوز يضربه، لكنه بيرفض يعمل كده عشان خاطر داكوتا بس. وبعدها بيتخانق مع داكوتا لانها ما فكرتش حتى انها تدافع عنه. وفي تاني يوم بيتقابلوا هما الاربعه ومحدش فيهم بيكون طايق التاني، والحاجه الوحيده بس اللي اتقابلوا عشانها هي سرقه دار صك العمله. واثناء ما بيتكلموا عن الخطه بيتعصب عليهم جيسون لانهم بيضغطوا عليه ومش مقدرين انه في مشاكل كتير قوي دلوقتي. فبيقرر جيسون انه هيلغي المهمه كلها لانه خلاص اتاكد كده ان ابوه مجرم وحرامي. فبيمشوا كلهم من الورشه وهم متضايقين، وبيروح جيسون وبيزور ابوه في السجن، وده عشان يعرف منه
منه الحقيقة الكاملة. فبيعرف ان هارولد هو اللي سلمه للشرطة. هو بيقرر جيسون وقتها انه لازم ينتقم منه لانه ضحك عليه هو وابوه، وبيبدأ يفكر ازاي ينتقم منه. ساعتها بتكون أليس موجودة في البيت وبتلعب مع صاحبها جريج ألعاب فيديو، فبيشجعها جريج انها تمشي ورا مشاعرها، فبتتحمس وبتخترق دار صك العملة وبتدي امر للآلات انهم يطبعوا الفلوس زي ما كانوا مخططين، لكنها بتفتكر انهم لغوا الخطة خلاص، فبتحاول تمسح الامر ولكن بيكون خلاص فات الاوان. فبتروح تاني يوم بتقابل صحابها وبتعرفهم عن المصيبة اللي هي عملتها، وبتقول لهم ان السرقة كده لازم تكون يوم السبت، وده نفس اليوم اللي هيكون فيه حفلة في المدرسة. فبتقول لهم داكوتا ان بيني وأليس هم اللي هيدخلوا دار صك العملة، اما هي وجيسون فهيفضلوا هنا في الحفلة، لان الاستاذ رانكن لو اكتشف انهم مش موجودين هيدور عليهم ومش بعيد يقفشهم كمان. كلهم طبعا بيقتنعوا بالفكرة دي وبيقرروا ينفذوها، ولكن بيظهر عليهم انهم متوترين قوي. وفي يوم العملية بتروح أليس مع بيني للدار وبيكونوا متنكرين في لبس عمال الصيانة. بعدها بيدخلوا المبنى وبيروحوا بسرعة لمكان التصنيع، وهناك بتخترق أليس كاميرات المراقبة وبتثبت صورة واحدة قدام مراقب الكاميرات، وبتروح من بعدها وبتشغل الآلة وبتديها أمر إنها تصنع 2000 قطعة معدنية. وفعلا الفلوس بتخرج من الناحية التانية وبيبدأوا يعدوا بمراحل تصميم الفلوس. على الناحية التانية بقى بتكون داكوتا مع جيسون في حفلة المدرسة، وبيعرفوا إن عمال الصيانة الحقيقيين في طريقهم للدار دلوقتي، فبيضطروا إنهم يمشوا من الحفلة بسرعة. ساعتها بيشوفهم مستر رانكن قبل ما يخرجوا من الحفلة. في الدار بقى بتستخبى أليس وبيني من حارس الأمن، وبتكتشف بعدها إن الآلات بتصنع 20,000 عملة، فبترجع مع بيني عشان يكملوا صناعة الفلوس. وبتوصل وقتها داكوتا وجيسون وقت وصول عمال الصيانة الحقيقيين، فبيكتشف حراس الأمن إنهم بيتعرضوا للسرقة دلوقتي، فبيدخلوا المبنى بسرعة عشان يدوروا عليهم، ولكن الأولاد بيقدروا يهربوا بالفلوس من المبنى. ولكن بيقع ستيكر الحفلة من جيسون قدام المبنى، فبيشوفوا مستر رانكن وبيعرف إنهم كانوا هنا. بعدها بيرجعوا للحفلة وبتمشي الحفلة بشكل طبيعي قوي، وبعد ما بتخلص الحفلة بيروح لهم مستر رانكن وبيعرفهم إنه اكتشف الخطة بتاعتهم، فبياخدهم وقتها لمكتب المدير هارولد، وبيعرف هارولد منهم إنهم صنعوا 2000 عملة، فبيقول لهم إنه هيبلغ الشرطة عليهم لأن دي تعتبر سرقة والمدرسة ممكن تتقفل بسببهم. فبيقترح عليه ياخد ال2000 عملة دول ويبيعهم ب10 مليون دولار، بس في المقابل يسيبهم وما يبلغش عنهم الشرطة، وكمان يدفع الديون بتاعت أبوه ويخرجه من السجن. فبيطمع هارولد وفعلا بيوافق على العرض وبياخد منهم العملات وبيسيبهم عشان يمشوا. بره المكتب بقى بيفكر الأربعة هيعملوا إيه بباقي العملات اللي معاهم، لأن لسه معاهم 18,000 عملة. فبيقترح عليهم مستر رانكن إنهم يخلصوا من الفلوس ديت، لأن الشرطة لو عرفت الحقيقة هيدخلوهم كلهم للسجن. فبيقرروا يعملوا بالعملات دي تمثال معدني يحطوه في حديقة المدرسة عشان كل ما يشوفوه يفتكروا العملية العبقرية بتاعتهم. وفعلا بعد فترة بيعملوا التمثال، فبيقفوا كلهم قدام التمثال وهم مبهورين إن الخطة المجنونة بتاعتهم نجحت، وبيكونوا عملوا التمثال ده من كل العملات اللي معاهم فيما عدا 4 عملات بس. فبيوزع عليهم جيسون العملات عشان تفضل ذكرى معاهم ويفتكروا بيها سرقة دار صك العملة. وبياخد جيسون أليس عشان يتكلم معاها شوية، أما بيني فبيفضل عند التمثال وبيقول له داكوتا إنه زعلان منها جدا لأنها ما دفعتش عنه في آخر مرة، لكنه برضه في الحقيقة معجب بيها جدا وبيحبها. فبتعرفه إن هي كمان معجبة بيه وبتعتذر له على اللي حصل قبل كده، وبتقول له إنها عندها مشكلة أبدية، إنها شايفة إن كل أصحابها ما بيحبوهاش على حقيقتها، على عكسه هو بقى اللي أعجب بيها وحبها، وفعلا بيرتبطوا هما الاتنين. على الجانب التاني بقى بتقعد أليس مع جيسون قدام البحر، وبتعرف منه إنه ناوي يأجل المدرسة السنة الجاية عشان يتخطى كل الأحداث اللي حصلت في حياته، لكنه معجب بيها جدا ومش عاوز يبعد عنها أبدا. وكمان بيعتذر لها إنه كان بيحتقرها في الأول وكان شايفها إنها مجرد بنت عبقرية بتساعده بس يخترق نظام الامتحانات، لكنها بتقوله إنها مسامحاه لأن هي كمان معجبة بيه. وبيقرروا هما الاتنين إنهم هيرتبطوا ببعض وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم دوت فالفيلم الجاي شبيه ليه. بيبدأ فيلم كاش اوت بواحد اسمه مايسون اللي بيكون على الطيارة بتاعته مع حبيبته إيميليا، وبيكونوا في طريقهم لحفلة عاملها رجل أعمال اسمه بيريز. وما بيوصلوا لمكان الحفلة بيروحوا للبار عشان يشربوا أي حاجة، وهناك بيكون في شخص اسمه أنتون وده اللي بيديهم المشروب بتاعهم. المهم بيروح مايسون عشان يقابل بيريز وبيقول له إنه جاي عشان يتفرج على العربيات النادرة اللي عنده عشان يشتري عربية منهم، لأن بيريز من رجال الأعمال اللي بيجمعوا الطيارات والعربيات النادرة وبعدها بيبيعوها. فبياخدهم بيريز لمعرض العربيات بتاعه، هو بيوري له واحدة من العربيات النادرة جدا، وبيقول له إن الجراج ده فيه عربيات اتصنع منها نسخة واحدة بس، وإنه رافض يبيع العربيات دي بأي تمن من الأتمان، لكنه بيدخله وبيفرجوا عليها بس. فبيطلب مايسون إنه يركب العربية ويجرب يشغلها، وفعلا بيريز بيوافق. وبمجرد ما بيركب مايسون
مايسون العربية بيتصل بالمساعدة بتاعته اللي بيكون اسمها لينك، وبيطلب منها تفصل الكهرباء عن المكان عشان ينفذوا خطتهم في سرقة العربية. واما النور بيقطع بيوصل مساعدين مايسون للمعرض وبيهددوا بريز والحراس بتوعه، فبياخد مايسون وحبيبته العربية وبيخرجوا بسرعة من المعرض قبل ما يتمسكوا. وفي آخر اليوم بيكون مايسون في العربية مع حبيبته إيميليا، وبيلاقي إن في طيارة من الاف بي اي بتطارده، فبتقول له إيميليا إنها بتشتغل في الشرطة وإنها في مهمة سرية أصلا من سنتين عشان ترتبط بيه وتوقعه، وبتطلب منه يسلم نفسه لأن مش هيقدر يقرب منهم لأن المرة دي قدروا يثبتوا عليه الجريمة. بس مايسون ما بيكونش مهتم بكلامها وبيقولوا إنه هيقدر يهرب هو والفريق بتاعه. وبعدها بيتصل بالمساعد بتاعه اللي هو أنتون بتاع البار، وبيقول له عطل كل عربيات الشرطة اللي موجودين في الطريق. فبيعطلهم أنتون وبيلاقي كمين من الشرطة بيدخل فيه وبيدمره هو كمان. فبيقرر مايسون إنه ينفذ الخطة البديلة لأن إيميليا أصلا ممكن تخلص عليه في أي لحظة، وإنه مستحيل يسلم نفسه بالسهولة دي للشرطة. فبيكلم باقي الفريق وبيديهم الإشارة عشان يبدأوا في الخطة. وبتكون إيميليا مش فاهمة أي حاجة من اللي هم بيقولوها وبتحاول تقنع مايسون إنه يسلم نفسه. أما بقى باقي الفريق فبيجروا بالعربيات بأقصى سرعة عندهم، فبينطوا في المية وبعدها بيهربوا قبل ما توصل لهم الشرطة. ولما بتوصل الشرطة بتاخد إيميليا وبينقذوها لأنها كشفت نفسها قدام مايسون وما ينفعش ترجع له مرة تانية. بعدها بقى بيطلع مايسون وفريقه من المية، هو بيكون حزين جدا لأنه مش هيشوف إيميليا مرة تانية لأنه كان في علاقة معاها من سنتين وكان بيحبها فعلا، لكنه اكتشف خيانتها وإنها كانت جنبه بس عشان تقبض عليه. وبعد 3 شهور بيكون مايسون عايش في جزيرة مهجورة لوحده وبعيد عن كل الناس، وأصبح مكتئب جدا وما بيتكلمش مع أي حد وطول الوقت بيشرب. وبيبدأ بقى يفتكر ذكرياته مع مايسون، هو بيتمنى إن كل حاجة تتغير لأنه بيحبها وعاوز يرجع لها مرة تانية أو حتى يرجع بيه الزمن ويطلع كل ده كان حلم. المهم وقتها بيوصل أخوه الصغير شون وبيكون متضايق جدا لأن شايف أخوه مكتئب ومش عارف يساعده، وبيقول له لازم ترجع لحياتك مرة تانية وتتخطى إيميليا للأبد لأن دلوقتي عندهم شغل كتير قوي، ولأن مايسون كمان بقاله شهور بعيد عن الناس والمدينة. بس مايسون بيرفض إنه يروح مع أخوه وبيقول له أنا مبسوط كده ومش عاوز أرجع لحياتي السابقة. فبيتعصب عليه شون لأنه كده هيدمر حياته عشان خاطر إيميليا، وبيقول له أنا هستناك ترجع معانا الشغل مرة تانية وننفذ الجريمة الجاية. وفي تاني يوم بتتصل لينك بمايسون وبتقول له إن في طيارة هتنقله للمدينة وده عشان يشارك معاهم في المهمة الجاية. بنشوف شون وقتها في مطعم في المدينة وبيروح يتكلم مع مدير البنك وبيقول له إن واحد من العصابة اللي جايين يسرقوا البنك، وبيهدده إنه يتكلم أو يعمل أي حاجة وإلا هيخلص عليه. وبيقول له إنه هيروح معاهم لحد البنك ويديله البصمة بتاعته عشان يفتحوا الخزنة. وفعلا مايسون بيدخل البنك الأول عشان يتأكد من أماكن الكاميرات في البنك، وبيقول لشون استنى إشارتي. بس شون بيدخل وراه البنك وهو مهدد المدير بالمسدس بتاعه. هو ما بيدخلوا للبنك بيشغل المدير جهاز الإنذار، فبيتجمع كل الحراس عشان يخلصوا على شون ومايسون. وقتها بيتصاب شون برصاصة في كتفه لكنه بيفضل عايش بعدها عادي، وبيكون باقي أفراد العصابة موجودين في البنك من بدري. هو ساعتها بيظهروا وبيخلصوا على كل حراس الأمن، فبياخد أنتون كل العملاء اللي في البنك والموظفين كرهاين ليهم لحد ما يخلصوا بقى اللي هم جايين عشانه ويمشوا. وبتبدأ لينك تعطل كل كاميرات المراقبة في البنك في الوقت اللي بتوصل فيه الشرطة. وبتكون المهمة دي صعبة جدا لأن البنك اتعرض لأكتر من محاولة سرقة وفي كل مرة كانت الشرطة بتقبض عليهم. المهم بيروح شون مع المدير للخزنة، هو بيقول له إن في درج معين هم عايزين يفتحوه وإن الدرج ده موجود فيه عملة مشفرة هم عاوزين ياخدوها، وبعدها هيسيبوا البنك ويمشوا. بس مدير البنك بيقول له إنه مش معاه مفتاح الدرج وإن معمول له نظام حماية قوي جدا. فبيطلب مايسون من لينك إنها تخترق نظام الحماية بتاع الدرج وبعدها بيتفتح بسهولة. بس المفاجأة بقى إن العملة المشفرة ما بتكونش موجودة جواه وكل اللي جواه بس شوية ورق مش أكتر. فبيقول شون إنه أكيد في حاجة غلط لأن العملة المشفرة المفروض موجودة في الدرج دوت وإن ثمنها دلوقتي أكتر من 600 مليون دولار ولازم يلاقي العملة المشفرة ديت بأي طريقة. وبتكون الشرطة موجودة في كل مكان حوالين البنك، وبتكون المحققة إيميليا حبيبة مايسون السابقة هي اللي مسؤولة إنها تقبض على العصابة ديت لأنهم عملوا جرائم كتير جدا قبل كده والشرطة بتدور عليهم من سنين، بس في كل مرة بيقدروا يهربوا من الشرطة. وفعلا بتتصل إيميليا بلينك وبتقول لها المرة دي هقبض عليكم ومش هتعرفوا تهربوا مني، وبتطلب منها إنها تتكلم مع مايسون. فبتطلب منه يطلع 2 من الرهاين كل ساعة وهي هتحقق له كل الطلبات اللي هيطلبها. فبيقول لها إنه عاوز أكل للرهاين وكمان عاوز الشرطة تبعد عن البنك لمسافة 15 متر. إيميليا طبعا بتستغرب جدا من طلبه لكنها متأكدة إنه مخطط لحاجة ناوي يعملها، فبتقول للمساعدين بتوعها إنهم يدوروا على أي حاجة ممكن مايسون يهرب بيها في المسافة ديت. وبعد شوية بيرجع لها المساعد بتاعها وبيقول لها مفيش أي حاجة غريبة حوالينا، لكنها بتفضل مصممة إن مايسون مخطط يهرب في عربية أو طيارة هتكون في المسافة ديت. فبتروح إيميليا للبنك عشان تديله الأكل اللي هو طلبه، وكمان بتقول له إن عملت له الحاجات اللي هو طلبها وعاوزة
تاخد اول 2 من الرهاين، فبيبدا يفكرها بعلاقتهم ببعض، وبيقول لها انها كانت بتتمنى تعيش في جزيره معاه بعيده عن كل الناس، وانه لحد دلوقتي مش مصدق انها سابته، وطلعت كل دوت كانت بتكذب عليه، لكنه بيسكت لما بيشوف جهاز التسجيل اللي هي معلقاه في الجاكيت بتاعها. المهم في البنك بيكون شون موجود مع المدير، وبيكون متضايق جدا انه ما قدرش يوصل للعمله المشفره، فبيلاحظ المدير انه متضايق، وبيقول له ان اخوه مايسون هو اللي متحكم في كل حاجه، وانه اصلا ما بيشاركوش في اي قرار هو بياخده، وانه لو مكانه كان هيتصرف بعصبيه اكتر من كده. فبيقول له شون انه بيحب اخوه مايسون ومستحيل يتقلب عليه بالسهوله ديت، وبيحذر المدير كمان انه يتكلم عن اخوه مايسون مره تانية والا هيخلص عليه. فبيتكلم شون مع اخوه وبيكون سايب المسدس بتاعه جنبه، فبيلاحظ المدير ان شون واخد باله منه، فبياخد المسدس وبيخبط شون في دماغه، فبيقع على الارض، وبعدها بيهرب المدير وبيروح بسرعه للاسانسير عشان يطلع للدور الاخير في البنك ويهرب من هناك. وبيكون مايسون شايف كل حاجه في الكاميرات، فبيروح بسرعه لاخر دور عشان يمسك المدير. هو بيدور عليه في كل مكان لكنه مش بيلاقيه لانه مستخبي تحت الترابيزه. فبيلاحظ وقتها ان مايسون بعد عنه، فبيجري بسرعه ناحيه باب الخروج اللي موجود ورا البنك، بس لينك بتكون شايفه كل حاجه في كاميرات المراقبه، وبتبدا تعطل باب الخروج قبل ما يوصل له المدير. فبيوصل مايسون هناك وبيهدده انه يخلص عليه لو حاول يهرب تاني، وبيقول له ينزل المسدس بتاعه عشان يتكلموا مع بعض بهدوء. وفعلا المدير بينزل المسدس اللي معاه وبيروح مع مايسون عشان يتكلم معاه، وبيقول له ان في مبنى تاني في ظهر البنك في خزن تانية غير ديت، وان الدرج اللي هما بيدوروا عليه موجود هناك، لكنه بيحذرهم لان الدرج ده بتاع واحده اسمها ايزابيل، ودي مرات رجل اعمال وملياردير مشهور اسمه سالازار. وبيقول لهم ان ده شخص خطير جدا، وانه عارف اصلا بوجودهم هنا ومستحيل يسيبهم يسرقوا العمله المشفره، وبيقول لهم كمان انه قادر يخلص عليكم واحد ورا التاني بسهوله، والسبب في كده ان عنده رجاله كتير قوي. هو بيقول ان مفيش اي طريقه يدخلوا بيها المبنى التاني دوت غير الشارع، وطبعا مستحيل يطلعوا الشارع دلوقتي لان الشرطه مرشقه بره، هو اكيد هيقبضوا عليهم لو طلعوا من البنك. فبيأمر مايسون انه يدور على اي طريقه يوصلوا بيها للمبنى اللي موجود فيه الخزنه، وهو بقى يقعد يفكر في الخطه اللي هياخد بيها درج الخزنه ويهربوا من هنا. وقبل ما يمشي بيفكر العصابه كلها ان دي مهمه مستحيله، لكنهم في نفس الوقت هيقدروا يقوموا بيها، ولو ما ضحوش بنفسهم عشان المهمه دي فالملياردير ممكن يهد البنك كله عليهم، وده عشان يمنعهم يوصلوا للمبنى التاني، وبكده طبعا هيحمي الخزنه بتاعته. بره البنك بقى بيوصل واحد من مساعدين سلازار اسمه فلاور، هو بيكون متعصب جدا بسبب ان في عصابه جوه البنك والشرطه بتكون لسه مش قادره تقبض عليهم، فبيروح يتكلم مع اميليا عشان يفهم منها ايه اللي بيحصل بالظبط، ويعرف منها بقى يا ترى العصابه دي عايزين ايه من جوه البنك، وبيهددها انه يتدخل هو ورجالته لو الشرطه ما خلصتش الموضوع ده بسرعه. فبتقول له اميليا ان في عدد كبير جدا من الرهاين موجودين جوه البنك، وهو ده اصلا اللي معطلهم ومخليهم مش قادرين يقتحموا البنك. فبيقول لها فلاور انه مش مهتم بكل اللي هي بتقوله دوت، وان اهم حاجه عنده الخزنه بتاعت مديره في الشغل اللي هو سلازار. جوه البنك بقى بيروح مايسون واخوه مع المدير عشان يوصلهم للمبنى التاني، فبينزلوا للبدروم وبيفضلوا يمشوا على وصف المدير لحد ما بيوصلوا لحيطه سد، فبيهدها مايسون وبيطلب من اخوه يخلي باله من المدير لحد ما يرجع له تاني. بعدها بقى بيطلع مايسون لإيميليا وبيديها 2 جداد من الرهاين لانه عدى ساعه على اخر 2 خرجوا، وبيرجع بعدها مره تانية لشون. هو بيكون شاكك في الشخص اللي بعتهم للمهمه دي من الاول، فبيسال شون عن الشخص اللي قال له على درج الخزنه دوت وازاي اصلا عرف مكانه. فبيقول له شون انه كان عنده واحد صاحبه في السجن، بس صاحبه ده خرج قبل ميعاده، واما خرج من السجن جاله وقال له على موضوع الخزنه ديت. فبيتوقع مايسون ان المجرم ده اصلا الشرطه هي اللي خرجته من السجن، وده عشان يوصلوا للخزنه ديت، ومن بعدها هيقبضوا على عصابه مايسون ويدخلوهم السجن، او يا اما بقى يسيبوهم لسلازار يخلص عليهم. فبيتصل مايسون بإيميليا وبيتخانق معاها لانه فاكرها هي اللي عملت فيه كل دوت، لكنها ما بتكونش عارفه اي حاجه، وبتبدا تشك ان في شخص تاني شغال معاها. فبتتصل بيه وبيكون الشخص ده اسمه فيرون، وبتعرف منه فعلا ان هو اللي عمل كده وخطط لكل ده من البدايه، لانهم مش هيقدروا يفتحوا الخزنه غير بالطريقه ديت، لانهم حاولوا كتير قوي يعملوا مذكره تفتيش ويفتحوا الخزنه، بس كل مره المحامين بتوع سلازار كانوا بيوقفوهم، وبيقول لها ان الشرطه هتدخل البنك بالليل عشان ينقذوا كل الرهاين وبعدها هياخدوا اللي في الخزنه. وقتها بقى بيكون مايسون في البنك وبيحاول يوصل للمبنى التاني اللي ورا البنك، بس بيكون قدامه حيطه من الخرسانه لازم يكسرها عشان يعدي للناحيه التانيه، ولكن الموضوع ده بيكون صعب جدا وهياخد منه وقت طويل قوي، وبالتالي ممكن الشرطه توصل في اي لحظه. وبيوصل قوات خاصه من الشرطه عشان تدخل البنك بالليل زي ما قال فيرون. فبتتصل ايميليا بسايمون وبتقول له انه ممكن يخسر حياته هو وكل عصابته لو فضل في البنك اكتر من كده، وبتعرض عليه انها هتساعده لاخر مره، وبتقول له انا ههربك انت والعصابه من البنك، لكنه برضه لسه مش واثق فيها لانها اتخلت عنه قبل كده وكانت عايزه تسلمه بنفسها للشرطه. فبيقول لها انا مش موافق على
طلبت، بس بيطلب منها بس انها تعطل الشرطة والصحافة لحد ما يخلص الموضوع ده لو هي فعلا عايزة تساعده زي ما بتقول. بيوصل بقى ساعتها القائد كريس من القوات الخاصة وبيتهدد مايسون انه يخلص عليه لو ما سلمش كل الرهاين وخرج من البنك بسرعة، وبيقول له انا دلوقتي اللي متحكم في المهمة كلها وممكن يطلع اي قرار وهيتنفذ على طول. وبيقول له قدامك ربع ساعة بس وتخرج من البنك والا هخلص على كل اللي جوه. بيكون مايسون بقى وقتها وصل للمبنى اللي قال له عليه المدير، وبيكتشفوا ان الخزنة اللي كانوا بيقولوا عليها هي عبارة اصلا عن هارد، بس الهارد ده بيكون عليه سر خطير جدا ما ينفعش حد يعرفه، وان سلازار ممكن يخلص على اي حد هيحاول يكشف السر دوت. فبتحاول لينك انها تفك الشفرة اللي على الهارد قبل ما الشرطة تدخل البنك، لكنها هتحتاج ل5 دقايق كمان. فبيبدأ مايسون يتصل بإيميليا وبيقول لها انه هيعمل كل حاجة طلبها منه القائد كريس، لكنه برضه مش هيسلم نفسه لانه لسه بيحبها وعايز يعيش معاها، وبيطلب منها انها تسافر للجزيرة اللي وعدوا بعض قبل كده انهم هيعيشوا فيها. وبتبدأ بقى العصابة تخرج الرهاين ورا بعض عشان تسلمهم للشرطة، وبعدها بيخرج مدير البنك للشرطة. فبيبدأ افراد العصابة انهم يودعوا مايسون وبيخرجوا من البنك واحد ورا التاني وبيسلموا نفسهم للشرطة. اما بقى مايسون فبيرجع للينك مرة تانية وبيفضل معاها لحد ما بتدخل الشرطة للبنك، وبيطلبوا من مايسون يسلم نفسه والا هيخلصوا عليه، لكنه بيقول لهم انا هفجر البنك بيهم، وانه طلب الوحيد دلوقتي يتكلم مع فلاور اللي هو مساعد سلازار صاحب الهارد. وفعلا فلاور بيجيله وبيعرض عليه مايسون انه يديله الهارد، بس عنده شوية شروط، انه يخرج كل افراد العصابة من السجن ويدي كل واحد منهم 10 مليون دولار، وكمان يعمل لهم هويات واسامي جديدة عشان يعيشوا بيها في سلام وبعيد عن الشرطة، وكمان يدي كل واحد من الرهاين اللي في البنك مليون دولار. فبيوافق فلاور على كل شروطه وبيبداوا يبعدوا عن مكان الانفجار. فبيدوس مايسون على الزرار وبينفجر البنك فعلا، وبتكون الصحافة صورت كل حاجة، وبينتشر في الاخبار ان العصابة دي كانت مجهولة والبنك انفجر بيهم. وفي تاني يوم بتروح ايميليا لمكتب فيرون وبتقدم استقالتها لانه كان بيحاول يضحك عليها، وفعلا بتسافر للجزيرة اللي قال عليها مايسون، وبنعرف ان مايسون اشترى الجزيرة كلها، هو بيكون عايش عليها هو وكل افراد العصابة، وبيكون معاهم كمان حبيبته ايميليا بعد ما رجعت له من تاني. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناة، وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو، خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامة.